السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ونهاية أول مباراة لريال مدريد في الموسم الجديد بالفوز على أتلتيك بلباو في سان مامس 2-0. مباراة مجملا كان أداء ريال مدريد فيها مقبول، كان كويس جدا في أغلب الفترات. اللعيبة نازلة بأداء كويس جدا بدنيا، اللعيبة واقفة على رجليها كالعادة، يعني ده اللي متعودين عليه من بينتوس. آه، الفريق كان موجود في ارض الملعب، بس لسه برضو المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها من قبل السيزون هي موجوده. ان الفرقه دي محتاجه مهاجم، ان رودريجو وفينيسيوس مش هيعرفوا ان هم يأدوا الدور المطلوب منهم، ان هم يبقوا موجودين في العمق اكتر. فمجملا يعني الفرقه كانت كويسه كبدايه يعني. بس مش ده الشكل اللي احنا نستناه من ريال مدريد. المباراة بدأت ريال مدريد نزل بالتشكيلة اللي هو خلاص كان بيلعب بيها في أغلب المباريات الودية في قبل السيزون. كان بال4-3-1-2 اللي هم طبعا بعد إصابة كورتوا بقى لونين في حراسة المرمى. قدامه الرباعي ميليتاو وألابا وكارفاخال وفران جارسيا، وقدامهم ثلاثة كامافينجا وتشواميني وفالفيردي، وقدامهم بيلينجهام، والاتنين اللي قدام بيلينجهام هم فينيسيوس جونيور ورودريجو. طبعا المميز في التشكيلة دي ان احنا ابتدينا خلاص بقى نقعد ونعتمد ونقلل اعتمادنا على توني كروس ومودريتش. مع ان احنا برضو لسه محتاجين واحد يكون في الملعب، اللي هو لعيب بيبقى خبرة، يعرف يهدي الريتم، يعرف امتى نسرع الريتم، امتى نمسك كورة، امتى نلعب الكورة بسرعة وننجز في الكلام ده كله. فانت محتاج برضو واحد من توني كروس او لوكا مودريتش يبقى هو اساسي في الملعب برضو مع بقيه اللعيبه الشباب دي. يعني ممكن تقعد مثلا، اصل تشواميني عنده حته كده سرحان وتوهان، دي ممكن تلبسك، ومس باص ممكن يلبسك. كامافينجا عنده حته عصبيه، وان الكره ممكن تطول منه فجاه ممكن تلبسك برضو. فالفيردي مش معرفش يطلع بالكره من تحت. آه، فانت كان ممكن تقعد واحد من الثلاثه دول وتبدا بواحد من توني كروس او لوكا مودريتش، اللي هم يدوك الخبره اللي احنا قلنا عليها، اللي هو نطلع بالكره امتى ونهدى بالكره امتى ونسرع رتمنا، والكلام ده كله. واحد يتحكم في شكل ريال مدريد في ارض الملعب، ان مفيش ولا حد من الشباب دول كلهم يقدر يتحكم في الريتم. ده عن الخط النص. طبعا احنا كنا بنشوف ان دفاعيا لما فيران جارسيا او كارفاخال بيزيدوا، كنا بنلاقي ان كامافينجا بيغطي ورا فران جارسيا، وان فالفيردي بيغطي ورا داني كارفاخال. ف في شكل انشيلوتي بيحاول يعمله يعني. بس طبعا كلنا عارفين انشيلوتي يعني هو اخره ان هو مدرب على الله. هو انت بينزل مع اللعيبه، انت تقدر تعمل كذا، بيحفزهم وخلاص بقى. انت تعرف تعمل ايه، انت بتعرف تعمل كده، انزل اعمل كده. بس هو ده اللي احنا متعودين عليه مع انشيلوتي. ومفيش شكل يعني الفرقه، اللعيبه اللعيبه يعني بتطلع جودتها، ده بيعمل جودته. لكن انت دفاعيا لازلت تقدر ان الفرقه تقدر تخترقك، انت مش دفاعيا واقف على رجليك تماما. هجوميا مفيش لعبه متحفظ عليها. احنا كلنا بناخد الكره بلينجهام يطلع بيها، يجري بيها مثلا، يرقص له واحد اتنين تاني. فينيسيوس لو كان فايق بيعدي له الاول والتاني، رودريجو والكلام ده. لكن مفيش نقله انت محفظينها. يعني مثلا مش زي مثلا ارسنال ولا مانشستر سيتي، انت بتدي الكره للباك للمدافع، فالباكات بيقطعوا في شكل للفرقه. مثلا زي مثلا برشلونه مع تشافي، في شكل للفرقه، في هجمات متحفظه. لكن احنا مع انشيلوتي ما طبعا الحاجات دي بعيده، دي حاجات وحي خيال كلها. فانت معتمد على جوده اللعيبه في اغلب فترات المباراه. كلين شيت. وخلينا نبدا نتكلم عن لورين. كلين شيت هتدي ثقه طبعا لورين بعد اصابه الرباط الصليبي لاحسن حارس في العالم. تيبو كورتوا اصابه هتاثر على ريال مدريد. انت ما فقدتش احسن حارس في العالم بس، لا، انت فقدت احسن لاعب عندك، اللعيب اللي هو اللي كان بيديك الايدج ان انت تقدر مثلا التصدي بتاعه يساوي الهدف. بس شفناه مثلا في ماتش برشلونه، شال جون على طول، اخدنا عملنا بيه هجمه مرتده جبنا جون. فتيبو كورتوا قيمه وقامه كبيره جدا جدا في ريال مدريد هيتاثر السنه دي بغياب تيبو كورتوا طبعا. ومفيش حارس في العالم هيعوض اللي كان بيديهولك تيبو كورتوا. تأثير غيابه هيكون كبير. وشفنا ريال مدريد دلوقتي خلاص بيحط الرتوش الأخيرة في التعاقد مع كيبا. تعاقد تمام مقبول، هو حارس كويس يعني. طبعا انا مش هقدر اقارنه بتيبو كورتو عشان مقارنه ظالمه. مفيش حارس في العالم مع احترامي بقى لاوبلاك واليسون والناس دول كلها، لكن مفيش حارس في العالم هيعوض اللي بيقدمه تيبو كورتو. فتعاقد كيبا تمام ان هو هيبدل مع لونين، فمقبول يعني. مش مستني منه حاجه يعني، مش مستني ان هو يعمله زي اللي بيعمله لي كورتو، عشان زي ما قلت كورتوا في حته تانية عن بقيه حراس العالم كلها.
فلولا ان النهارده في الماتش كان كويس، كان قادر يتعامل في الكور اللي كانت بتجيله، هادي. طبعا بيلعب بالكره بالرجل، هو احسن من كورتوا في الحته دي، لكن تصديات طبعا كورتوا بفرق شاسع يعني. بس هو كمجملا واداء النهارده، اداؤه كان كويس، كان مقبول. تديله الثقه، الكلين شيت اللي طلع بيها دي تديله الثقه في الماتشات الجايه، وانت محتاج الثقه بتاعت لونين عشان خاطر اصابه كورتو يعني. للاسف جت في وقت غلط، وجت وانت في اهم لاعب انت كنت محتاجه. ده مبدئيا عن تيبو كورتوا. الاصابه اللي بعدها بقى واللي ربنا يستر منها فعلا هو اصابه ادير ميليتاو. شفنا ادير ميليتاو النهارده كان طالع من الملعب بيعيط، ومش قادر يتحمل على رجله، فشكلها اصابه كبيره. لسه انشيلوتي قال ان هي اصابه، ان الركبه في حاجه، في ان هو الاصابه في الركبه، فربنا يستر ما يكونش رباط صليبي تاني. عشان كده انت هتحتاج تخش السوق تجيب مدافع. ففي لعبك اصابتين في بدايه الموسم يعني يهدوا الفرقه، واتنين من اعمده الفريق يعني. طبعا مع الفارق بين كورتو وميليتاو، بس برضو ميليتاو هو المدافع اللي عنده مخ في الفرقه يعني، وان هو احسن مدافع عندك في الفرقه. فللاسف يعني جت اصابه في وقت غلط. فريال مدريد ده اللي كان اتكلمنا عن الاصابتين اللي حصلوا لريال مدريد، وهنشوف تعويضهم هيبقوا ازاي وتاثيرهم. ريال مدريد بدأ الماتش احنا كنا بنستحوذ ماسكين كرة اكتر. اتلتيك بالباو ما كان ده ممكن يكون اسوأ ماتش اشوفه من ساعه لما شجعت ريال مدريد. اسوأ مباراه اشوفها لاتلتيك بالباو قدامنا في السان ماميس بالذات. الفريق النهارده ريال مدريد كان احسن منه على اغلب اطوار المباراه، بالذات في الشوط الاول. الشوط الاول اللعيبه كانت بتنقل الكره مع بعض، كنا ماسكين الكره احنا اكتر، احنا بنخلق هجمات اكتر. نادرا ما كنا بنشوف لونين في الشوط الاول. فاتلتيك بالباو ما كانش ظاهر تماما، مش قادر، ما كانش موجود في الملعب يعني بتعبير اصح يعني. فريال مدريد استغل الحوار ده بان هو جاب جونين. وان كان احنا لو يعني كان ممكن في ماتش زي ده مع فرقه نازله عامله كده احنا كان ممكن نجيب جوان اكتر. بس يعني الكلام كله احنا عارفينه، اللي هو مدرب على ما فيش مهاجم، على ما فيش هجمات متحفظه، الكلام ده كله يعني. الشوط الاول كان مجملا كان كويس جدا. ريال مدريد ماسكين كوره، بننقل اللعب براحتنا، مفيش هجمات بتيجي عليك، ولو هجمات بتيجي تقدر تتعامل معاها سواء من لونين او عن طريق الدفاع. الشوط التاني بقى من بعد ال 2-0 عامه تحس لعيبه ريال مدريد خلاص ضمنت الماتش. اللي هو بنباصي مثلا بيلينجهام يحافظ على الكرة في رجله اكتر. فينيسيوس بقى كل كرة عايز يرقص، رودريجو كل كرة عايز يرقص، فالفيردي كل كرة اي زاوية يشوط منها عايز يشوط عادي، اذا كان هتيجي في المدافع هتيجي جون مش هتيجي جون، واحنا اي زاوية عايز يشوط منها. كارفاخال بيزيد وعايز يجيب له جوان. فالكلام ده كله تحس لعيبه ريال مدريد ضمنت الماتش بعد ال 2-0. وكان ممكن اتلتيك بالباو في الشوط الثاني بالذات كان ممكن يجيبوا جون فيصعبوا الماتش علينا. ف دي حاجه برضو محتاجين نتعامل معاها، ان 2-0 يعني ما خلصناش الماتش، لو تقدر تزود في النتيجه زود. فده كان مجملا المباراه. بجد المباراه ما كانش فيها حاجات كتيره يعني ان نتكلم عن شكل الفرقه يعني. ما كانش فيه شكل. احنا كنا بنعتمد على اتنين قدام وبلينجهام وراهم. ساعات بلينجهام بيبقى مهاجم، ساعات رودريجو بيبقى مهاجم، ساعات فينيسيوس بيبقى مهاجم في شكل تاني. وكلامنا عن فينيسيوس خلينا نتكلم عن فينيسيوس بشكل اكتر. انا وانت عارفين ان فينيسيوس النهارده عمل ماتش وحش، ومش هقدر اختلف معاك في الحوار ده كله. بس انا مش هقدر الوم فينيسيوس اللوم الكامل. هلوم المدرب وهلوم الاداره. هلوم المدرب ان انت عندك احسن جناح خط في العالم، احسن جناح خط في العالم هو فينيسيوس جونيور. انت عندك هدمته وكسرته بان انت تحطه مهاجم، او ان انت تخليه مهاجم تاني، او تخليه المهاجم اللي يقطع ويخش منطقه الجزاء ومهاجم. فينيسيوس مش بتاع كده خالص. فينيسيوس يحب الكوره تبقى في رجله وهو ياخد الخط ويجري ويرقص ويعمل لك مثلا اسيست، يجيب جون هو بعد ترقيصه والكلام ده كله. لكن مش هو اللي انت بتفرغ له المساحه وهو يخترق من العمق. هو مش كريستيانو رونالدو. النقطه دي واصله. فانت عندك خسرت احسن جناح خط بان انت خليت تمركزه في العمق ده. احنا خسرنا فينيسيوس. وانا الوم المدرب ان هو كان ممكن مثلا في الماتشات زي دي تبدا بخوسيليو مثلا. مش هيجرى حاجه لو بدات بخوسيليو جنب رودريجو وجنب فينيسيوس. هيديهم الميزه ان انت عندك يبقى في مهاجم جوه المنطقه، وان هم كل واحد ماسك الخط زي ما هو بيحب، ويحب يجوا جايين من قدام. فالكلام ده كله انت خسرت فينيسيوس. فانا مش هقدر الناس كلها تطلع تنتقد فينيسيوس ويقول لك فينيسيوس لسه ما رجعش من فتره الاجازه والكلام ده كله. بس اللوم مش كله هي، ومش اللوم الكبير ولا كله هيبقى على فينيسيوس. لا، في لوم على الاداره وفي لوم راجع على المدرب. فينيسيوس ما كانش كويس، وانا مش هختلف زي ما قلت.
بس مش اللوم الكبير عليه، ان هو دي مش وظيفته، دي هو وظيفته ان هو ياخد الكرة من على الخط، يرقص ويعمل الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها عن فينيسيوس. لكن مش وظيفته ان هو يبقى موجود في منطقة الجزاء والكرة تجيله وهو يخترق لجوه والكلام ده كله. لا، دي مش حاجات فينيسيوس، واحنا كلنا عارفين الكلام ده كله. فدي النقطة اللي انا كنت حابب اتكلم عنها، ان فينيسيوس ان انا عارف ان الناس كلها فعلا هتلاقيهم خلاص كلنا ما بيصدق يلاقوا فينيسيوس بيعمل ماتش وحش، والناس كلها بتسن السكاكين عليه. لكن انا مش هقدر ادافع عن فينيسيوس في الماتش ده، لكن هو مش دي وظيفته يعني. واحنا شفناه في المباريات الودية برده، مش حاجة جديدة يعني. المباريات الودية برده كان فينيسيوس بنفس الشكل ده، ما اختلفش تماما يعني، الا ممكن يكون في ماتش مانشستر يونايتد. لكن غير كده كان هو نفس الاداء بتاعه، ان هو مش قادر يعمل الوظيفة دي، مش قادر يعمل الشكل اللي طالبه منه كارلو انشيلوتي. فانا مش هقدر الوم فينيسيوس في الحته دي. على الناحيه التانية رودريجو، يعني رودريجو لعيب برازيلي جامد جدا الصراحه. هو اللي افتتح شريط الاهداف لريال مدريد في الدوري السنه دي. لعيب محترم. رودريجو بقى عكس فينيسيوس، يحب في حته العمق. يعني رودريجو لو حطيته على الطرف هيقدر يشتغل، ولو حطيته في العمق طبعا هتشوف احسن نسخه من رودريجو سواء كان رقم 10 او مهاجم وهمي. الحته دي في المكان ده رودريجو بيطلع احسن ما عنده. هو لعيب مهاري جدا، لعيب عنده ثقه في نفسه، بيحب يجرب يشوط، يحب يرقص. فرودريجو عمل ماتش كويس، وهو كان احسن من فينيسيوس في المباراه دي بصراحه. والهدف ده هيفيده وهيفيد ريال مدريد، وان هو جون عن جون هيزود الثقه عند رودريجو اكتر ما هي موجوده اساسا. فرودريجو لعيب الكواليتي بتاعته محدش يقدر يختلف عليها. فعمل ماتش محترم الصراحه، وزي ما قلت هو كان احسن من فينيسيوس. انما بقى اللي كان مان اوف ذا ماتش ومان اوف ذا كل حاجه وحبه الكرز، هو بيلينجهام عمل ماتش النهارده. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ 150 يا جدع، احنا ما دفعناش 150 بس 200 مليون حلال في بيلينجهام، دي سرقه. 130 اللي احنا دفعناهم في بيلينجهام دول سرقه. لعيب بكواليتي في نص الملعب، الواحد فعلا بقاله فتره ما شافش الشكل ده في ريال مدريد. رجع هيبه رقم 5. ماتش واحد من ماتش واحد الواد ده عمل كل حاجه في نص الملعب. بيقطع كوره، قطع كوره، عمل هجمات، بيعمل هجمات، بيرقص ويعدي. الجون ده حكايه. شوطها بطريقه، يعني لعيب فعلا جامد جدا. ولسه هيجي كمان مع ريال مدريد. لسه ده مش البيك بتاع بيلينجهام. لسه بيلينجهام هيجيب اكتر، ولسه هيعلى في المستوى اكتر مع ريال مدريد. بس الجون حكايه، اداؤه في الملعب حكايه، حاجه مبشره، ماتش مبشر ان احنا جايين على بيلينجهام. حاجه كده من ريحه الكبار كده، حاجه الواحد يعني فعلا يعني ما كانش متخيل ان بيلينجهام من الاول كده هينخرط مع الفرقه والكلام ده كله. لكن بيلينجهام هو كان احسن لاعب في ريال مدريد في الماتش ده باي فار عن اللي بعده فعلا يعني. ما كانش في حد قرب من بيلينجهام بالشكل ده. عمل كل حاجه في الملعب، كان موجود معاك دفاعيا وهجوميا. لعيب بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. ربنا يبعد عنه الاصابات. حاجه محترمه وكواليتي محترم، لسه كمان هيزيد وهيعلى اكتر مع ريال مدريد في قادم المباريات. على الناحيه التانيه برضو فران جارسيا قدم مباراه محترمه. باك شمال، انت كنت محتاج باك شمال في الفتره اللي فاتت مع فيرلاند ميندي والكلام ده، كنا بنشوف اعتماد على كامافينجا. لكن فران جارسيا قدم اول مباراه كويسه جدا، هو دفاعيا اكتر ما يكون هجوميا. لعيب سريع، لعيب بيعرف يقطع الكره. النهارده قطع 14 كره، فحاجه تديله ثقه ويخلي استخدام كامافينجا في نص الملعب، وثنائيه كامافينجا وتشواميني اللي كويسه جدا في نص الملعب كانت باينه الشوط الاول. التفاهم ما بينهم وان هم وفايدتهم لريال مدريد. فانا مش هقدر اتكلم عن كارلو انشيلوتي دلوقتي خالص، لسه احنا في اول السيزون، مع ان انا وانت عارفين ان كارلو انشيلوتي ده على الله، وان فعلا اللعيبه دي مع مدرب تاني احنا هنشوف ريال مدريد مختلف. ده انا رايي ومش هغيره. حتى لو ريال مدريد السنه دي جاب الثلاثيه، وان كان ده في وحي الخيال ان احنا نجيب الثلاثيه، عشان انت اهم مركزين عندك في الكوره انت عندك فيهم مشكله، اللي هو الحارس والمهاجم. طول ما انت ما عندكش حارس كويس جدا بكواليتي عالي مش هتقدر تجيب بطوله كبيره. طول ما انت ما عندكش مهاجم بكواليتي عاليه مش هتقدر تجيب بطوله كبيره. مانشستر سيتي جاب ايرلينج هالاند في اخر دوري الابطال. بايرن ميونخ دفعوا 120 مليون في هاري كين عشان خاطر يجيبوا دوري الابطال ويجيبوا البطولات. فانت طول ما انت ما عندكش البطولتين دول المركزين دول اسف، وكمان فوق كده انت ما عندكش مدرب. يعني دول كانوا بيجيبوا بطولات بان هم عندهم مدرب. انت بقى يعني بسم الله ما شاء الله عندك حد على الخط عليه ندغه لبان ما اقولكش. هو ده اللي هو فالح فيه، ده احنا ندغ لبان وطقم بدل حاجه ده طراز عالي. فانا مقصق ان اللعيبه دي مع مدرب تاني انت هتشوف ريال مدريد تاني. اللعيبه مثلا اللعيبه دي مع يورجن كلوب
هتشوف ريال مدريد ما حدش يقدر يقف في وشه حرفيا، اللعيبه دي مع هانز فليك محدش يقدر يقف في وش ريال مدريد. نيجلزمان بقى وتوخل برده من نفس الراي. لكن طول ما اللعيبه دول مع انشيلوتي هنكسب ماتش، هنكسب اتنين، هنكسب تلاته، لكن هيجي ماتش هنتفضح فيه ومش هتقدر تجيب بطوله كبيره. وده رايي مش هيتغير برده حتى لو ريال مدريد جاب الثلاثيه السنه دي، ودي مش هتحصل. فخلينا شايفين هنشوف السيزون بقى هيحصل فيه ايه، لسه السيزون طويل. بس ما نتمنى ان ريال مدريد يعني ما ضيعش نقط بدري بدري، وما بقاش الفرق شاسع زي السنه اللي فاتت. مبروك ريال مدريد الفوز وانتصار 2-0. مستنيين فينيسيوس يدخل مع الفرقه اكتر، نشوف بقى رودريجو بقى وبيلينجهام يكملوا بنفس المستوى. وبيلينجهام حكايه 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 حكايه. وتسلم لداني جوني كلافت عشان خاطر ان هو خلص الصفقه دي. 130 مليون يورو حلال حلال فعلا. وده البدايه. ده اللي كان عندي عن ريال مدريد النهارده، واشوفكم في حلقه جديده. وكان معاكم احمد هاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.